20 سنة من بعد المنتخب يتأهل لنهاية مونديال فرنسا 98 للترشح مرة أخرى، تحقق على حساب المنتخب المصري في الدور الحاسم. مسيرة حافلة للمنتخب في التصفيات. تونس أول منتخب إفريقي وعربي يتأهل لنهاية المونديال من غير حتى هزيمة بقيادة المدرب البولندي الفرنسي أنري كاسبرجاك، بجيل من أحسن الأجيال، أبطال السليمي، بيا، سويح، بدرة والبقية. تونس تتجاوز محطة ليبيريا بقيادة نجمها العالمي جورج بيا عن جدارة. بدرة يتقدم ومخدده يصوب ومازال قادر السويح، قادر السويح، الهدف الثاني كان بدرة. الخطوة قبل الأخيرة لحسم التأهل لنهاية مونديال فرنسا في المنزه، يوم غير عادي، تونس مصر والغلبة النصور واحد بلاش. التوقيع زبير بيا بعد لوحة كروية من أجمل اللوحات لا يمكن أن يمحيها الزمان من الأذهان. 8 جوان 97 الموعد الحاسم. المنتخب الوطني يفرض التعادل على مصر في القاهرة بالذات ويترشح لنهاية المونديال للمرة الثانية.